هل تساءلت يوما ماذا يحدث في المدينة بعد منتصف الليل؟ عندما تنطفئ الأضواء وتصمد الشوارع كأنها توقفت عن التنفس؟ في بعض الأماكن الظلام ليس مجرد غياب النور، إنه حي يهمس ويتذكر وأحيانا ينتظر أحدا يأتي متأخرا. هذه هي قصة ليلى، الممرضة التي ركبت القطار الأخير إلى بيتها في ليلة لم يكن من المفترض أن يتحرك فيها أي قطار. وما وجدته في الأنفاق تلك الليلة لم يكن من المفترض لأي إنسان أن يراه. المدينة التي لا تنام إلا على الخوف. كانت الساعة تقترب من 12 بعد منتصف الليل. السماء ملبدة بغيوم رمادية تخفي القمر، والهواء بارد يحمل رائحة المطر والصدأ. شوارع المدينة خالية تماما إلا من أصوات الريح وهي تصطدم بأبواب المحال المغلقة وصفيرها الذي يشبه أنينا بشريا. في تلك المدينة الجميع يعرف القاعدة الذهبية: لا أحد يخرج بعد غروب الشمس. يقال أن المدينة تغيرت منذ حادثة القطار قبل 5 سنوات، القطار الذي اختفى في نفق المترو ولم يعثر له على أثر. منذ ذلك اليوم لا أحد يجرؤ على استخدام المترو ليلاً، لأن الأصوات الغريبة لا تتوقف هناك. لكن ليلى لم تكن من النوع الذي يخاف بسهولة. كانت تعمل ممرضة في مستشفى بعيد ولم تجد وسيلة للعودة سوى المترو. نظرت في ساعتها، تنهدت وقالت لنفسها: مش ممكن أبقى بخاف من مترو، ده مجرد طريق. ثم نزلت الدرج المؤدي إلى المحطة المهجورة. الإضاءة خافتة والأرضية مبتلة كأن أحدهم رشها بالماء مؤخرا. كان صوت خطوات ليلى يتردد صداه في المكان، ومع كل خطوة كانت تشعر كأن أحدا يسير خلفها، لكن عندما كانت تلتفت لم يكن هناك أحد. وصلت إلى الرصيف ولمحت من بعيد القطار يقف هناك بلا حركة. غريب، لم يكن من المفترض أن تعمل القطارات في هذا الوقت. فتحت الأبواب تلقائيا بصوت حديدي مخيف. ترددت لحظة ثم دخلت وقالت لنفسها: هركب، المهم أوصل. جلست في المقعد الأخير. الأنوار داخل القطار كانت تومض كأنها تتنفس، وفجأة تحرك القطار ببطء دون أن يصدر أي صوت للمحرك أو أي إعلان صوتي كما هو معتاد. لم يكن هناك أحد غيرها، أو هكذا ظنت. بعد دقائق من السير سمعت صوت خطوات تقترب من العربة المجاورة. نظرت فرأيت رجلا يرتدي معطفا رماديا طويلا، وجهه مغطى تماما، يجلس على المقعد المقابل لها. بعده بلحظات ظهرت امرأة تحمل طفلا نائما، ثم شاب في زي قديم كأنه من زمن آخر. لكن الغريب أن ملامحهم لم تكن واضحة، وجوههم كانت ضبابية كأنهم ليسوا موجودين فعلا. قالت ليلى بصوت مرتجف: مساء الخير، القطر دار يحفين. لم يجب أحد، بل التفت الجميع إليها في وقت واحد بنفس الحركة البطيئة، وابتسموا ابتسامة باهتة. ثم انطفأت الأنوار للحظة قصيرة، وعندما عادت كانوا قد اختفوا. وضعت يدها على قلبها، تتنفس بصعوبة، تحاول أن تصدق ما يحدث. لكن القطار ما زال يتحرك. إلى أين؟ لم تكن تعرف. توقف القطار فجأة. الأبواب فتحت تلقائيا على محطة لم ترها من قبل. كانت الجدران مغطاة بالكتابات القديمة، واللافتات صدئة، والهواء ثقيل برائحة العفن. نزلت ليلى بخطوات مترددة تبحث عن مخرج. فجأة سمعت صوت همس خلفها: اتأخرت يا ليلى، كنت لازم توصلي قبل منتصف الليل. استدارت بسرعة فلم تجد أحدا. ثم سمعت صراخا بعيدا يأتي من داخل النفق، صراخا يحمل أسماء بشر، كأنها أصوات الركاب الذين اختفوا قبل 5 سنوات. اقترب منها ظل طويل لا شكل له، فقط عينان تلمعان في الظلام. همس لها: كل من ركب القطار بعد منتصف الليل لا يعود. ركضت بكل قوتها نحو السلم، لكنها كلما صعدت درجة عادت إلى نفس المكان، كأنها محاصرة في دائرة زمنية لا نهاية لها. استيقظت ليلى فجأة على مقعد في محطة المترو نفسها، لكن الضوء هذه المرة قوي والشمس تتسلل من المداخل. ركضت نحو الخارج وهي تتنفس بسرعة.
وجدت الناس يتحركون كالمعتاد، الحياة عادت كأن شيئا لم يحدث. سألت عامل المحطة: هو القطر اللي كان هنا امبارح راح فين؟ نظر إليها الرجل بدهشة وقال: يا أنسة، المحطة دي مقفولة من 5 سنين، مفيش ولا قطر بيعدي هنا. سقطت حقيبتها من يدها والتفتت نحو الرصيف، فرأت انعكاسها في الزجاج، لكن خلفها كان هناك ظل يقف بنفس الابتسامة الباهتة التي رأتها تلك الليلة. منذ ذلك اليوم لم يرى أحد ليلى مرة أخرى، لكن البعض يقول أنهم يرونها كل منتصف ليل تقف على الرصيف بوجه شاحب تنتظر القطار الأخير. أما الحكمة التي تركتها قصتها فهي: بعض الطرق تفتح لنا لا لنمر منها، بل لنتعلم ألا نقترب منها أبداً. والخوف ليس من الظلام ذاته، بل من ما يخفيه في داخله.